في حركات براس الكاميرا، في حركات بالكاميرا بالترايبود بتاعها بالكامل. دول 3 انواع من حركات الكاميرا، عشان انا بحاول يعني ابقى بصنف عشان المعلومه تثبت اسرع. طيب ايه الحركات اللي بعدسه الكاميرا؟ حركه الزوم ان والزوم اوت، بدخل لغايه عندها بعدسه الكاميرا وببعد عنها بعدسه الكاميرا. يبقى دي اول حركه اللي بعدسه الكاميرا فقط، زوم ان وزوم اوت. تمام. نوع تاني من الحركات، الحركات اللي براس الكاميرا، يعني الكاميرا على ترايبود واقفه على الارض، بس راس الكاميرا هو اللي هيتحرك معايا، بس ترايبود ثابت في مكانه. بتحصل ايه؟ فيها نوعين، بان رايت بلف بالكاميرا كده، بان ليفت بلف بالكاميرا الاتجاه العكسي. يبقى دي حركه البان براس الكاميرا بس ترايبود ثابت، بس راس الكاميرا تتحرك بان رايت وبان ليفت، يمين شمال. او تيلت اب تيلت داون، تيلت اب وتيلت داون، الكاميرا بتطلع تاخد لي لفوق او تنزل لتحت. ودي حركات براس الكاميرا فقط، حركات البان وحركات التيلت. يبقى احنا كده قلنا بالعدسه وقلنا براس الكاميرا. طيب ايه الحركات بعد كده اللي بجسم الكاميرا بالكامل بالترايبود بتاعها؟ دولي ان، اللي هو باخد الكاميرا بالترايبود بالعجل، بس طبعا لازم الارض تبقى ممهده لده، واتحرك بيها في اتجاه السبجكت او الحاجه اللي انا عايز اصورها، دي اسمه دولي ان. لو هبعد العكس اسمها دولي اوت، دولي ان دولي اوت. او بتحرك بالكاميرا بالترايبود بالكامل يمين تراك رايت، او شمال تراك ليفت. فبقول للمصور تراكنج، خد لي تراك رايت او تراك ليفت، بتحرك بالكاميرا بالترايبود بالدنيا كلها رايت وليفت. طب ايه الفرق بين التراك والبان؟ ما في الحالتين انا جايبه اليمين او جايبه الشمال. الفرق الحفاظ على الريشوز بتاعت الكاميرا، على النسب. يعني ايه برضه؟ يعني انا لو واقفه في مكاني هنا وبصور وعملت بان، كل لما اجي كده في حد بيصغر في الجنب ده وبيكبر في الجنب التاني، صح؟ احجام الاشخاص اللي موجودين دي بتبتدي تظهر وهو بيبتدي يكبر، يعني الاستاذه بتبتدي والاستاذ بيبتدي يكبر، انا ماشيه كده. طب لما اعمل تراك، ما انا ماشيه عليهم برضو، بحافظ على نسبهم زي ما هي، محدش لا بيكبر ولا بيصغر. اوكي؟ فده الفرق بين التراك والبان. طيب في حركات تانية، في حركه اسمها بيدستل. بيدستل دي الترايبود ساعات بيبقى كبير وهيدروليك، يعني الترايبود بتطلع وينزل معاك كده، فلما بنطلع بالترايبود لفوق اسمها بيد اب او بيد داون. بيد اب بنطلع بالهيدروليك الترايبود بتاعي، الترايبود اللي هو الحامل بتاع الكاميرا، بنطلع بيه لفوق بيد اب، او بننزل بيه بيد داون. هذه كلها الاوردرات اللي هو المخرج اللي بيعطيها للشوتنج. الاوردرات اللي انا بحكيها دي بتتحط في الستوري بورد، بتتحط في الشوتنج ليست، بديها اوردرات للمصورين بينفذوها. طب ممكن هذا الكلام انت يعني هذا هو مش قانون، ممكن انت يعني يعني تحدي كل، يعني انت ممكن تشوف لقطه مش مسجله في البورد اللي انت عطاها، ممكن تحكيها عشان تاخذي شغله ثانيه طلعت فكره براسك. تاني افكر حضرتك ان انا قلت من شويه انا باخد كل اللي انا كاتباه في الشوتنج ليست، بس ممكن اخد ضعفه، ما عنديش مشكله، بس لازم ابقى خدت عشان اضمن ان معايا ماتيريال، ما ارجعش اتسوح في المونتاج. اوكي؟ فهمنا كده حركات الكاميرا. اتفضل. برضو تغيير منظور، لو دخلت بالعدسه هتلاقي الشخص بيكبر وخلفيته تبقى باد فوكس، الفوكس اللي حواليه بيروح شويه، لكن لما تدخل بالكاميرا كلها بتحافظ على الفوكس، بتحافظ على الحاجه نت قدام وورا. لازم تجربوا بايديكم اللي انا بحكيه ده عشان تحسوه. اوكي؟ يعني لو قعدنا مع بعض شويه كمان ممكن نبقى نجرب ده تصوير حقيقي مع بعض عشان تفهموا الفروق ما بين الحاجات. اوكي؟ فدي كل حركات الكاميرا، كل زوايا الكاميرا، كل احجام اللقطات اللي ممكن تصورها. كلمتكم المره اللي فاتت سريعا على المعدات اللي ممكن تستخدمها مع الكاميرات، زي مثلا الاستيدي كام، زي شنطه كده المصور بيلبسها وتتحط فيها الكاميرا ويتحرك براحته. كان زمان المصورين بيحطوا كاميرا شولدر على كتفهم، فبقى كميه الهزات اللي بتحصل مرعبه، وساعات التصوير بقى مده طويله، فطبعا هو بني ادم في الاخر مهما كان ستيبل هيجي في لحظه هيتهز. ستيدي كام رحمتنا من الحوار ده، بقت بتتحط بتبقى ستيبل تماما، بيتحرك ويروح ويجي. لو بتشوفوا برنامج منى شاذلي هتشوفوه كتير بيظهر في التصوير ماسك كده حاجه سودة كده وشنطه كده وفي قلبها كاميرا بيتحرك بيها. مشاهد السلالم والبطولات ممكن ده كله بالاستدي كام هيتحرك والكاميرا ستيبل تماما، الكادر لا مهزوز ولا معوج ولا في اي حاجه، ماشي ستيدي كام. الدرون اللي اتكلمنا عليها من شويه، الكاميرا محطوطه على الطياره اللي الصغننه دي وبتطير، دي من معدات الكاميرا. في دلوقتي حاجه اسمها جيمبل. الدرون
محتاج تصاريح لانه الليجل لغايه دلوقتي ما ينفعش تاخده وتمشي بيه لوحدك، لازم تصاريح من الداخليه. ده غير انه ايجارها غالي جدا، بس لو انت الانتاج بتاعك بيسمح بده تمام، بس لازم تجيب تصريح. اوكي، ومش مسموح بيه في اي مكان، في اماكن مش مسموح فيها بحركه الدرون. اوكي. ايه كمان؟ الجيمبل زي الاستدي كام، بس بيزيد عليها ان الكاميرا محطوطه على المعده، وممكن الكاميرا تتشقلب وهي محطوطه. يعني ايه؟ يعني الاستدي كام الكاميرا ثابته في مكانها، انا اللي بتحرك بيها. الجيمبل انا ممكن اعمل مجموعه حركات وانا ماشي، الكاميرا تفضل تتقلب لي يمين وشمال وتطلع وتنزل. الجيمبل فيه الهيدروليك اللي يسمح لي بده. ايه؟ في السلايد ده عباره عن بار كده ليه ترايبودز يمين وشمال، بيصوروا بيه زي ناشونال جيوغرافيك والافلام دي. انت مثلا هفترض انت في جانجل او في غابه او في مكان كده الارض مش ستيبل، فاي حركه هتبين الصوره مهزوزه، فبيحطوا السلايدر، بيحطوا البار ده وعليه الجنبين، والكاميرا بتتعشق عليه من فوق، وبيزق الكاميرا عليه كانه كده خط مستقيم خط قطر كده ماشي عليه الكاميرا من فوق. ده سلايدر يمين او شمال. ده بيرجعنا للشاريو بتاع السينما اللي هم بيعملوا زي قطر على الارض، اسمه شاريو، بيحطوا عليه بينفذوا عليه حركه الكاميرا بالكامل اللي احنا عايزين ننفذها. اوكي. في حاجه كمان اللي هي وايرد كام اللي كان الاستاذ احمد اتكلم عليها المره اللي فاتت، بتتحط موجوده مؤخرا كتير في ماتشات الكوره، بيبقى اتنين واير كبار ماشيين من اول المكان لاخره، الكاميرا متعشقه عليهم وبتتحرك بريموت كنترول، فبتجيب لي زاويه عين الطائر اللي كنا بنتكلم عليها من شويه بمنتهى السلاسه، وبتاخد المكان من اول لاخره، وبتعمل اللي الكرين اللي هو من احد المعدات ما بيقدرش يعمله، لان الكرين في الاخر مكانه ثابت، دراعه طويل بيروح ويجي، بس مش هيقدر يتشقلب 360 درجه يروح للعكس. الوايرد ممكن تروح العكس. فاهمين الفكره؟ هي دي مجموعه المعدات اللي ممكن نشتغل بيها واحنا بنصور. لغايه كده التكنيكال تمام، يعني مش عايز ازود عن كده عشان ما ادخلكمش في تفاصيل كتير مالهاش لازمه. بصراحه احنا عايزين يعني نفس الكلام ده. حاضر. مرة حديث ان الحاجات دي بصراحه حاضر. في كتاب الواحد اسمه دانا ديراكون بعض الدول السلميه كان كل التفاصيل دي مرسومه طبعا مش موجود قوي يعني. في كتب كتير وفي تصنيفات كتير وفي ناس اتكلمت في ده كتير، المهم بس ان احنا نستوعبه واحنا بنصور، لان بناء على اللي احنا بنحكيه ده هنكتب الشوتنج ليست بتاعنا، لازم ابقى فاهمه انا عايزه ايه. اتفضل. مدى ملائمه ده للموبايل؟ كل اللي انا بحكيه ده انت ممكن تعمله بالموبايل. مبدئيا الموبايلز بقى ليها ترايبودز تحطها عليه، وممكن تمسكها بالستيك وتتحرك بيه تمام خالص، يعني كل اللي بحكيه ده ممكن تعمله، بس هيبقى برضو مش بروفيشنال قوي زي الكاميرا بكل المعدات اللي انا بحكي عليها. انا بحكي على مستوى مختلف من الانتاج، بحكي انتاج بروفيشنال قوي. اوكي، هيتعرض على منصات وقنوات تقليديه مش بس على النت. اوكي. طيب انا مش عايزه ادخل اكتر من كده في تكنيكاليتي، الله ينور والله. فخلونا يعني نقف عند المنطقه دي عشان بعد كده بقى نبتدي نتكلم في التصوير. بس نرجع بقى للاستاذ احمد تاني. لا الدكتوره بقى. طب اتفضلي يا استاذ. هتعرضي حاجه